السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم، اخباركم ايه؟ واول محاضرة في كورس التمثيل السينمائي والدرامي. هنتكلم في اول محاضرة على اول حاجة، يعني ايه اصلا تمثيل؟ يعني ايه اصلا ممثل؟ الممثل ده شبهوه بحاجات كتيرة جدا. اول حاجة قالوا عليه عامل زي الحرباية، بتتلون بلون الطبيعة اللي موجودة فيها. احنا بنبص نلاقي احمد زكي مثلا عمل شخصية البواب، بس هو مش بواب. عمل شخصية الضابط، عمل شخصية المحامي، عمل شخصية المحاسب، عمل شخصية الموظف، عمل شخصية تاجر المخدرات. بيتلون بلون الطبيعة. يعني ايه؟ بيشوف الدور ايه وبيبدأ يتقمص الشخصية بجد لدرجة ان انت بتصدق ان هو بواب وان هو تاجر مخدرات وان هو ضابط وان هو محامي. هو ده ببساطة الممثل. قالوا عليه ساحر، بيسحر عيون الناس اللي قصاده لحد ما يصدقوا. الساحر بيعمل ايه؟ بيفضل يعمل العاب كده علشان يسحر عينيك فتصدق فعلا ان هو بيسحرك، وهو كل الموضوع ان هو خفة يد. التمثيل بوجه عام. موبايل كده كانها بتتصور. انا عايز الدخله بتاعت شيماء من هنا. ماشي تمام. ايه هي ادوات الممثل؟ ادوات الممثل 3 حاجات. اول حاجه الجسد او لغه الجسد، وهي ايه الحاجات والمهارات اللي انت بتعملها بجسدك. زي مثلا في ناس بتهوى الرقص، في ناس بتقدر تعمل كروبات، في ناس عندها المقدرة ان هي تعمل مثلا مسرحية كاملة من غير ولا كلمة، وده اللي هو ابتدى بيه المسرح وبعد كده اتنقل للسينما من خلال التمثيل الصامت. على فكرة ده من اقوى انواع التمثيل. ليه من اقوى انواع التمثيل؟ لان انت تقدر تقول انت فرحان او زعلان من غير ما تتكلم، ودي في ممثلين كتير جدا اجانب خدوا جوائز عليها. الصوت، ودي تاني حاجة من ادوات الممثل. مرحلة الصوت هي مرحلة دخيلة شوية على السينما وعلى المسرح. احنا طبعا قلنا ان بدايات المسرح وبدايات السينما كانت صامتة، بعد كده اتنقل ليها مرحلة الصوت. ومرحلة الصوت دي مرحلة مهمة جدا جدا للممثل. اولا عندنا حاجتين، عندنا كروشندو والديمين ويندو. دي شوية مسرحية مش سينمائية بس تم استخدامها في السينما بشكل ما. الكروشندو هو علو طبقات الصوت تدريجيا الوصول الى انفعال معين، والديمين ويندو العكس، اللي هو النزول من طبقات الصوت من اعلى طبقة الى اقل طبقة. احس ان انتوا اللي ما فيش شبابيك ونازلين ستاير وطافيين نور عليا، وابقى عايز اصرخ افتحوا الشبابيك، زيعوا الستاير، ولعوا النور، يجي شمع. ثالث نقطة الكينونة او تجسيد الشخصية، ودي من اهم النقط اللي هنشرح فيها فترة طويلة جدا. انا في العار رحت مالها ليلي في اسكندريه ولقيت واحد لابس جلابيه وواضح انه غني جدا، وكل شويه يعمل كده، وواضح انه بيحب الرقاصه كانت بترقص، يعني يعمل كده ويعمل كده. من سخريه الحياه صاحب الكباريه صاحبي. السخريه الاكبر انه خريج معهد تربيه رياضيه. يعني الحياه فيها حاجات لا تخطر على بال اي حد فينا، ويقول لك ده تمثيل يا عم، ده بيقلد له افلام. خريج معهد تربيه رياضيه وفاتح مالها ليلي في اسكندريه. يعني ده شيء غريب، يعني تخيل. فقلت له الراجل ده بيعمل كده ليه؟ قال لي اصل لابس بدله جديد. قال لي طول عمره هو فلاح بيلبس جلابيه، فالفلاحين عندنا الجلابيه مقوره من ورا، يعني زي القميص ده كده واوطى شويه كمان، والكم الفلاحي طويل واسع من هنا. فهي عاده، اما الفلاحين لو شفتوا الافلام اللي بجد المصري يعني بيشد الجلابيه كده ويلفها ويروح تاني الكم كده،
ساعه الاكل، بعد ساعات مطرح الحركه بتفك، فالكم طويل يعني نازل، فعايز يمد ايده على الطبليه، الكم ده هينزل في الدمعه، فعلى طول تلاقيه بيعمل كده لا شعوريا، بيعمل كده وبعدين يمد ايده، فبتصبح عاده ليه، لان بياكل 3 مرات او 4 مرات في اليوم، ان كل شويه يعمل كده. والجلابيه كانت مريحاه، فجاه بقى قميص بكرافته، خانقينه، يعني قفاه مش مرتاح ولا رقبته من قدام، فيعمل كده. في فيلم العار صورنا 3 ايام، حاسس ان انا مش ماسك الدور. انا باخد 3 ايام عموما يعني اول 3 ايام دايما بيبقوا مشكله ليا الى الان، اني قربت من الشخصيه زي ما في دماغي ما قربتش. فتالت يوم قلت لا، افتح المكتب طلع الكراسات، لقيت الكراسه اللي فيها الراجل ده بتاع اسكندريه، قلت هو ده، هو كمال هنا ده ما كملش تعليمه شغال مع ابوه، لكن عشان يقابل العظماء التانيين بيلبس بدله، فمؤكد العاده دي بقت عنده. هذه اللازمه البسيطه اللي عملتها في فيلم العار خلتني خدت كل الجوائز سنتها في مصر. شوفوا قد ايه حاجه بسيطه ادت طعم للدور كله، وادت لها تاريخ قديم. يعني هتقعدي تفكري هو ليه كمال ده بيعمل كده؟ صح؟ ده من مراقبه الحياه. في النهاية بتمنى لكم الخير والسعادة، وإن شاء الله تكونوا في أحسن حال. ما تنسوش تسيبوا في الكومنتات كل الأسئلة اللي انتوا عايزين إن احنا نتكلم فيها الفترة اللي جاية.